بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. محمد أخوير، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة. بطبيعة الحال سؤالكم يتعلق بقضية الهالك المرحوم محسن المسمى قيد حياته محسن فكري. في هذا الاستجواب غادي نهضروا لغة بسيطة ومبسطة باش يفهمها المواطن المغربي، لأن المواطن المغربي متعطش المعلومة وبغى يعرف الكثير على هذه القضية. هذه القضية بطبيعة الحال وقعت نهار الجمعة اللي فات. المرحوم كان شرا أسماك بميناء الحسيمة، واتصل بواحد السيارة باش يسوقها لجهة معينة. هذه السيارة جات خارجة من الميناء، اللي في الباب بطبيعة الحال جات دايزة. الشرطي اللي كان تما اتصل بالزميل ديالو اللي كان في المدينة، تم إيقافه على مستوى مدينة أحد شوارع مدينة الحسيمة. بعد ما تم إيقافه وتمت مراقبة سيارته، تبين أن هناك أسماك داخل هذه السيارة، وحيل على الشرطة بطبيعة الحال اتصلت بالنيابة العامة. النيابة العامة كانت تعليماتها هي إحالة الأسماك والمعني بالأمر على الجهات المختصة، وهذه الجهة المختصة هي مندوبيات الصيد البحري. مندوبيات الصيد البحري يعملون في إطار اللجنة. هذه اللجنة كانت كتكون من مندوب الصيد البحري، وكانت كتكون من الطبيب البيطري وممثل عن السلطة العامة. بعد ما تداولوا بيناتهم قرروا إتلاف هذه البضاعة بناء على محضر أو إشهاد صدر عن الطبيب البيطري بيكون هذه البضاعة هذه غير صالحة للاستهلاك. ملي بداو بطبيعة الحال اتصلوا بالناس ديال النظافة في الحسيمة، شركة النظافة بالحسيمة، باش تجيب لهم الشاحنة للقيام بعملية الإتلاف. أثناء ذلك حضر المرحوم، وثم بعد ذلك حضر بعد زملائهم، فوقع ما وقع. بطبيعة الحال قبل عملية الشروع في هذه العملية وقع ما وقع، لأن الشاحنة تتوفر على آلة في مؤخرة تعمل كيخدموها بشي بطونات. وحده كاين عند السائق، والبطون الثاني كاين في مؤخرات احد مساعديه، هو اللي كيتكلف بهاد المهمه. حنا بطبيعه الحال ملي توصل العلم ديالنا هذه الواقعه، اتصلت بنا الشرطه ديال الحسيمه. قمنا بانتداب فرقه وطنيه للشرطه القضائيه من الدار البيضاء، هي اللي جات تكلفات بهذا البحث في الحسيمه. وكانت الغايه ديالنا من اسناد هذا البحث للفرقه الوطنيه للشرطه القضائيه هو كنا نتوخى الحياد في هذه النازله. تم البحث بطبيعه الحال، تم الاستماع الى اكثر من 20 شخص، ثم بعد ذلك بعد انتهاء البحث تمت احاله المعنيين بالامر على هذه النيابه العامه. ملي جابوا هاد الناس للنيابه العامه اتخذنا قرارا بتقديم مطالبه باجراء تحقيق واحاله جميع المعنيين بالامر عليه. بعد ما تقدمنا بملتمساتنا، السيد قاضي التحقيق بعد اجرائه للاستنطاق الابتدائي اصدر صبيحه هذا اليوم قراره القاضي باعتقال 8 اشخاص، بما فيهم رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بالصيد البحري والبيطرة، إضافة علاوة على واحد 3 ديال عمال الشركة. إذن المجموع 8. قضية التحقيق صبيحة هذا اليوم دار التحقيق الابتدائي، وبطبيعة الحال ما زال سيحقق وسيصدر قراره في هذه القضية. إلا اللي بغيت نوضحوا بهذه المناسبة، المواقع الإلكترونية بطبيعة الحال والشارع العام داولوا واحد العدد ديال المعطيات، واحد العدد ديال المسائل، من بينها أن حسب ما يروج أن واحد الشخص قال لهم تحنموا. هذه بطبيعة الحال كانت رايجة. حنا هذه الواقعة بحثنا فيها بإسهاب، وسولنا جميع الأشخاص اللي كانوا حاضرين تما، اللي عندنا بطبيعة الحال في البحث ديالنا قلت لك يزيد عن 20 شخص. ليس ما تم حتى شي واحد اللي كيأكد هذه الواقعة هذه اللي كتقول
ان شي واحد قال الشيفور تحنمو ولا وجه لك هذه الهضره شي حد اخر بغض النظر عن الشيفور ولا وجهها لشي حد اخر. لم تثبت لنا هذه الواقعه. بغيت نضيف واحد القضيه اخرى. اكثر الحديث بطبيعه الحال ايضا على الصيد في ميناء الحسيمه. بطبيعه الحال حنا كنيابه عامه غادي نتولاو هذه القضيه. واللي بغيت نضيف ان اي مواطن عنده شي حاجه يبلغها للنيابه العامه، المكتب ديالنا محلول، غادي نتولاو البحث فيها ونطلبوا الاثر القانوني على ذلك. وشكرا.